وارجع للاستاذ احمد جبيلي. يعني حضرتك متابع ما يحدث الان من اعلام الاخوان المسلمين وما يحدث ايضا من ميليشيات جماعه الاخوان المسلمين ولجانها الالكترونيه على الانترنت، يعني بيبثوا الاحباط داخل الشعب المصري عن طريق انه بيتكلموا في ان الجيش لن يساعد الشعب ولن يحدث ذلك، والجيش مش هينزل، والجيش وده عايزين يبثوا الاحباط داخل الشعب المصري. رايك ايه في اللي بيحصل ده، وتقول ايه لشعب مصر في هذه النقطه؟ هم بيستخدموا سلاح التيئيس وسلاح الاحباط، بيستخدموا الاموال المكتظه لديهم اللي احنا بنطالب بالكشف عن مصادرها وبنطالب باخضاعها للجهاز المركزي للمحاسبات. بيستخدموا الاكاذيب، بيستخدموا المغالطات، بيستخدموا اسلوب الاجتزاء. اي حديث او غيره بيجتزئوا منه ما يناسبهم ويقوموا بالترويج له، زي الحديث اللي كان في دار الدفاع الجوي وغيره. بيحاولوا يوظفوا كل شيء لمصلحتهم سواء بالحق او بالباطل، لكن غاب عن ذهنهم ان الهكسوس لما دخلوا مصر قعدوا في مصر قرابه 450 سنه، واحمس استطاع ان يطهر مصر منهم. الاحتلال العثماني لمصر اللي دخل سنه 1515 استطاع المصريين انهم يتخلصوا منه بعد 500 سنه. الاحتلال الفرنساوي لمصر والثورات اللي قامت عليه من الازهر، الاحتلال البريطاني لمصر، حكم اسره محمد علي لمصر، حكم حسني مبارك لمصر، ده قعد 30 سنه. فالاخوان لما بيتصوروا انهم ممكن ييأسوا الشعب عشان يقعدوا 500 سنه او يقعدوا 30 سنه او يقعدوا 100 سنه، ما اعتقدش. ثوره 25 يناير خلاص اوجدت جذوه الثوره داخل كل مصري، اوجدت التطلع نحو الافضل نحو الاحسن. الاخوان كل يوم بيسحبوا من رصيدهم، كل يوم بيخسروا. واكبر دليل على ذلك لما نحسب الاصوات اللي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانيه، ثم الانتخابات الرئاسيه، ثم الاستفتاء، ثم نجد ان الرصيد بتاعهم بيهبط. نتيجه لايه؟ للممارسه بتاعتهم، وهم لا يمارسوا الا لصالح الجماعه. زميل لي الدكتور ثروت شديد كان على اتصال بيا في التليفون وانا جاي في العربيه، احد رجال الاعمال جايب ملايينه وبملياراته وبخبراته للاستثمار في مصر، وقابل بعض القاده في مصر فوجئ بمهزله انهم عاوزين يحيلوه لرجل الاعمال الاول بتاعهم اللي بيحكم مصر لاجتذابه والاستثمار معه، وان العمليه بيزنس، العمليه مش بلد. لما لقوا سايبين المنطقه جيم، منطقه مهمشه فيها قرابه 130 الف مصري كان ليهم دورهم في حرب الاستنزاف، في تحرير سيناء، في الدفاع عن حدود مصر منذ عهود قديمه. الاخ ابراهيم بوعليان والشيخ حسن وعيله السواركه وغيره، جزء من تاريخ مصر. الناس دي قاعده بتعاني صدى في العيش، قاعده بتعاني عدم وجود ابار مياه يستزرعوا عليها، عدم وجود تنميه، عدم وجود فرص عمل، عدم تمليك اراضي ليهم. سايبين سينا نهب الايه؟ لتمهيد لغزه الكبرى، الوهم الكبرى. واحنا عملنا ندوه في نقابه الصحفيين، حضرها معانا الدكتور مصطفى الفقي، حضرها معانا المفكرين الفلسطينيين، وحضرها معانا عدد من اللواءات المتقاعدين وسياده اللواء محمد الغباشي، وكشفنا عن المهازل ببيع الاراضي بعقود ابتدائيه بغيره، وانهم داخلين لاستقطاع جزء من ارض الشيخ زايد وارض رفح، وان بعض المشاريع الاسرائيليه اتعرضت على النظام السابق والنظام السابق رفضها، لكن النظام الحالي بيقبلها لمين ولمصلحه مين؟ واولادنا المخطوفين وموجودين داخل غزه، واولادنا اللي اتقتلوا وهم بيفطروا في رمضان، اللي دم كل شهيد فيهم بتصرخ وبتطالب بالقصاص منه، وبتطالب بالقصاص من محمد مرسي اللي رافض يكشف عن قتله حراس مصر، ابناء مصر اللي قتلوا واستشهدوا. والجندي ال17 راح فين؟ وفين الحقائق؟ وفين ان كل يوم يقولوا هنعلن عن قتله ابنائنا، هنعلن عن قتله ابنائنا، والمختطفين يوم ورا اخر من داخل سيناء. لا، ما حماس قالت ده مخطط على مصر. حماس قالت ان الثلاث ضباط دول موجودين داخل في غزه، بس ما نعرفش ولسه للسكوت. دول مش مصريين، مش بعت فريق كامل للامارات للافراج عن الاخوان اللي هناك. هم دول يعنوا انهم اخوان هيدافع عنهم ويجيبهم. اجابه على سؤالك، موقف الجيش. شوفي بصي، نفس نظام مرسي ونفس نظام مبارك، نفس النظام ده. يعني ايه؟ انا بختلف معاك، انا بختلف. انا برفض نظام مبارك، لكن انت كده بتشتم مبارك ونظام مبارك لما تقول ده. لا، انا بختلف معاك، انا بختلف.